بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده من فايق في المونديال، وعندنا كلام كتير وتفاصيل كتير فنيه هنتكلم فيها وندردش فيها في حلقه النهارده. عمو حسن، ازيك يا عمو حسن؟ ازيك يا كابتن؟ بارك يا حبيبي. الحمد لله كله تمام. تمام. ازيك يا درش؟ ازيك يا كابتن؟ بارك ايه؟ نعم والله الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. طيب خليني استعرض مع حضراتكم كده النتائج بتاعه الماتشات بتاعه كاس العالم ونشوف الدنيا مشيت ازاي امبارح النهارده اول امبارح. اسكتلندا والمغرب. المغرب فازت على اسكتلندا بهدف دون مقابل. خلصت الجيم من الدقيقه 2. البرازيل كسبت هايتي. طبعا اللي انتوا كاتبينه ده ملوش اي علاقه بالكوره، لما انتوا كسبتوا هايتي الماتش يعني هتخشوا النار، يعني انتوا بتكذبوا. يعني الماتش امبارح خلصان للبرازيل 3-0. فتركيا برضو خسرت من باراجواي وودعت كأس العالم. وهولندا فازت على السويد بخماسية مقابل هدف. نتيجة تقيلة قوي قوي على السويد، نتيجة تقيلة قوي. المانيا وكوت ديفوار اللقاء المفروض ان هو انطلق في من حبة وشوية يعني. طيب احنا عندنا تفاصيل كتير ليها علاقة بماتش مصر أكيد. والمهم جدا جدا هي حالة الدعم الكبيرة اللي الناس كلها بتوجهها لمنتخب مصر. والأهم من الدعم، لأنه أنا قلت ده امبارح وأول امبارح وما زلت مصر عليه، إنه الإعلام كان رد فعل. والإعلام دايما طول الوقت هو بيبقى الاعلام الرياضي تحديدا كمان رد فعل. يعني انت عملت حاجه كويسه فلازم احييك عليها ولازم اشد على ايدك واقول لك برافو عليك. اشدنا بالمنتخب، اشدنا بالاتحاد، اشدنا بلاعبينا بالكامل. وجه وقت انه نستنى نشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه، ونفكر في المباراه اللي جايه، وتبقى لغه الحوار بتاعتنا هي ماذا سنفعل في المباراه المقبله. وان احنا تبقى الرسائل اللي واصله للجهاز وللعيبه ولكل الناس انه احنا ما عملناش حاجه. لانه دايما هيلام الاعلام يتقال ايه؟ انتوا عملتوا فرح بدري واحنا ما عملناش حاجه، او انتوا المنتخب عمل نتيجه كبيره وانتوا ما اتكلمتوش. فاظن ان السواد الاعظم من الاعلام الرياضي المصري المتزن المسموع، يعني معنى صح مسموع، والمشاهد والمتابع، يعني اللي الناس عندها فيه مسؤوليه، يعني اتخيل ان هم قاموا بدورهم. مما لا شك فيه انه الجمهور المصري كله قام بدوره، لانه الجمهور انا عايز ايه غير اشوف منتخب مصر كويس؟ مش عايز حاجه تانية. فان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه ديت هي اللي هو خلاص احنا على بعد يوم بالكتير قوي ومنتخبنا الوطني يبقى عنده لقاء نيوزيلندا. ايه اللي هيحصل؟ المعسكر بتاعنا اللي نقدر نصفه بانه بفضل الله هو معسكر سعيد، معسكر منتخبنا الوطني من قبل البطوله، وهو معسكر سعيد هادي مريح، معسكر ريحته حلوه، تحس ان الناس رايحه تعمل حاجه كويسه وكلهم مبسوطين. اللي احنا عايزينه ان المعسكر بتاعنا يفضل محافظ على نفس هدوءه، على نفس نجاحه ان شاء الله باذن الله. انا معايا على التليفون استاذ مصطفى ابو زهره، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، متواجد مع بعثه منتخبنا الوطني. يا استاذ مصطفى اهلا وسهلا بك، تحياتي مساء الفل. مساء الجمال يا ابراهيم، ومسيري على عم حسن وعلى درش. من عينيا الاثنين سامعينك. والحمد لله، يعني زي ما تعودنا المعسكر قمه الانضباط، قمه السعاده زي ما انتم بتقولوا، قمه الطموح. كل واحد فينا هنا مقتنع ان احنا لسه ما بدأناش، لسه ما عملناش حاجه، ولسه مشوار طويل كويس، ويا رب يبقى طويل ولسه بدري. مش شايفين اي حاجه غير ماتش نيوزيلندا، ماتش صعب. الماتش بالنسبه لنا نتمنى انه يكون تاريخي، يكون اول مكسب لينا في كاس العالم، يكون اول تاهل من دوري المجموعات. باكد تاني ان كل الناس لعيبه وجهاز، كل الناس عامله اللي عليها وزياده، شغالين بقلبهم وباخلاص لبلدهم ولشعبهم. اخواتكم برضه في اتحاد الكوره عاملين اللي عليهم وزياده. ده حقيقي. كله مقدم مهمته على اكمل وجه. حاسين انتوا بدعم الناس، حاسين بجمهور مصر وهو وراكم وبيدعمكم ومبسوط بيكم؟ كل حاجه يا ابراهيم طبعا. متابعين، حاسين ومقدرين ده كويس، ومقدرين دوركم كويس، لان هو ده دور وطني مش لينا احنا، ده دور وطني للبلد كلنا بنعمله مع بعض. الاعلام جزء اصيل لا ينفصل يعني عن
عن المنظومه. لا انا قبل الاعلام يهمني الجمهور. انتوا سامعين صوت جمهور مصر فرحان بيكوا ازاي وعنده ثقه وواصل لكم؟ الفجر كانوا تحت الفندق، تحت الفندق بيغنوا لبلدهم وطموحهم عالي. وبص يا ابراهيم، الحمد لله الناس اللي هنا مش عايز اقول لك يعني جرعه الوطنيه اللي عندهم عامله ازاي. مش في بلدهم بقالهم، اللي بقاله 4 سنين واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 15 سنه. صحيح. ما شافوش بلدهم وشايفين مصر فينا يعني، فاهمني؟ فيعني مش عايز اقول لك يعني الناس بتخلينا نبكي معظم الوقت. رغم ان احنا يعني نفسنا ان احنا نلبي لهم مطالبهم، ولكن المعسكر سكنه عسكريه مفيش هزار. يعني ربنا يكرم. والناس انا عايز اقول لك ان في ناس مثلا حاجزه الماتش اللي جاي ده متقفل، بس ممكن لما تيجي تخش على السيستم تلاقي مثلا المصريين 12,000. ده مش طبيعي، مش حقيقي. لان في ناس كندي مصري حاجز، فبيظهر ان هو كندي حاجز. امريكي مصري فبيظهر انه امريكي حاجز. بس اتفرج بقى ساعه ما يجي الوطني الاستاد هيبقى عامل ازاي بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب طمني ما يتعلق باستعداد اللعيبه، الجاهزيه الفنيه، هل عندنا اي اصابات؟ كنا سمعنا شويه اجهادات. كله نفسيته في السماء. لا محمد ابو العيله بصراحه عامل شغل جامد جدا. لان الاشاده كل الناس هنا في المعسكر عامل اللي عليه وزياده. راجل يعني مجهز اللعيبه وجاهز بكل الاكواد العالميه يعني. مفيش حد مصاب، اللعيبه كلها نفسيا جاهزه وبدنيا جاهزه. واللي يختاروا المدير الفني يكون بيدافع عن اسم بلده بقى في المباراه اللي جايه دي، هو ان شاء الله يكون اجهد الناس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انتوا كاتحاد قدرتوا توفروا طياره خاصه اظن من كندا لسياتل مباشره قبل مواجهه ايران في دور المجموعات. هل انتوا مش قلقانين شويه من فكره التنقلات الكتيره؟ وانا عارف انه كان في دور كمان مهم قام بيه المهندس هاني ابو ريده في توفير على الاقل رحله طيران في مساله العوده والرجوع، ودي من الحاجات اللي برضو يشار اليها يعني. لا هو كابتن هاني طبعا يعني بص هقول لك على حاجه. هو عايز يدي رساله للجهاز واللعيبه ان بلدكم في ظهركم وما تقلقوش، طلباتكم اوامر. مش عايزين نرجعوا تاني، مش عايزين نرجع تاني على سبوكاني تقريبا. نروح على طول على سياتل. حاضر. عايزين نقضي اسبوع في سياتل قبل ماتش ايران. حاضر. كل الطلبات مجابه. كل يعني الناس تؤمر. يعني هنا في الجهاز واللعيبه يؤمروا. في تناغم غير عادي يعني. كابتن هاني تقريبا 24 ساعه مع الجهاز الفني. احنا موجودين. اي حاجه هنحس ان هي هتعمل اضافه هتتعمل فورا، لان ده مفيش هزار. احنا في محفل عالمي. بص انا كنت قاعد مع البعثه الاعلاميه امبارح يا ابراهيم. بقول لهم انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين كل 4 سنين تبقوا كلكم موجودين في المحفل العالمي ده كبعثه اعلاميه، واحنا كاتحاد كوره وكلعيبه وكمصر ممثله ولا لا؟ اكيد عايزين. اكيد. فاحنا يعني عشان ده النهارده انت عندك 4 فرق في منتخبات مصر، الاربعه في كاس العالم في سنه واحده. فرقه الكابتن احمد الكاس، فرقه الكابتن حسين، فرقه الكابتن اسامه، والفريق الاول. هو ده اللي بيخلي الطموح يعلى. لازم يبقى موجودين في كل المحافل دي. احنا مصر لازم نكون موجودين، ومش موجودين عادي. يعني احنا يعني مش هنقبل كمصريين ان احنا نبقى موجودين عادي، ولا هنقبل ان يبقى في محفل عالمي احنا مش موجودين فيه. وكل ده وراه شغل كتير، ويمكن حاجات كتير اتحكت يا ابراهيم معاك هنا، وانا حكيت معاك باستفاضه كذا حاجه. ايوه. وفي حاجات كتير لسه ما اتحكتش. ان شاء الله باذن الله هيجي. انا وعدك ان انا هاجي احكيها معاك ان شاء الله باذن الله. ده يزيدنا شرف. هل في رد من اتحاد الكوره بشكل رسمي يا استاذ مصطفى فيما يتعلق بكلام كابتن حسام في المؤتمر الصحفي لما قال انا موجود وفي خدمه بلدي بس انا شغال من غير عقد؟ هل ممكن يكون في تجديد لعقد كابتن حسام حسن؟ لا طبعا. اتفضل. في طبعا. بص يا ابراهيم برضه انا قلت لك ان انا في كاس الامم الافريقيه حسام هو مدرب مصر في كاس العالم، صح؟ حصل. فاكر ده؟ حصل. فاكر. انا باكد على كلامك. حصل. الشهاده لله قدام الناس. حصل. وقلت لك احنا قاعدين بنجهز لمعسكر الاعداد عشان هيبقى اقوى معسكر اعداد في تاريخ مصر. صحيح. فانا بقول لك النهارده حسام كان يقصد ان هو مش اللي يربطه في بلده عقد، ولكن داخل اجواء المعسكر اللي احنا فيه ده لا حديث غير ماتش نيوزيلندا. ما بنتكلمش غير في ده. مفيش حد
استاذ مصطفى. اما علاقتنا بحسام حسن انا باكد لك هو تاني، علاقتنا بحسام حسن مش ورق ولا حاجه، ولو ان الورق ممتد بالشرط بتاع دور الاربعه في بطوله افريقيا، فاهم قصدي؟ ايوه. ان الورق لو مش ممتد هيبقى في كلام في القرارات الماليه. ايوه. انما الورق ممتد تلقائي، الحساب ده 2، ولكن ان وصلت فيه شرط ان وصلت للمربع ازاي فانت مكمل لكاس العالم. كل ده برضه ما حدش بيتكلم فيه. هو حسام بس بيقول لك ايه؟ ان اللي بيني وبين بلدي مش ورق، يعني انا قاعد من غير عقد وممكن اقعد تاني من غير عقد، وحسام بيقول لك ايه؟ لو جاله 50 ضعف في اي حته هتبقى مصر الاول عنده. صحيح. طيب هل في نيه لتجديد عقد الكابتن حسام حسن؟ يعني طبعا يا كابتن، طبعا بس احنا انا بقول لك التركيز في ايه؟ مش عقد حسام حسن اللي هنتكلم فيه كده على الماشي ولا عقد كويس. احنا عندنا مهمه مركزين فيها، وطبعا وانا بقول لك اهو طبعا ان شاء الله ما في نيه. انت بتتكلم في ايه؟ هل انت شايف اللي بيحصل دوت مش انجاز يستحق عليه كده؟ والله كلنا مبسوطين وشايفين، ولكن انا مش عايز اخرجنا، مش عايز نخرج بره اجواء التركيز اللي احنا فيها بس. برافو عليك برافو عليك برافو عليك يعني برافو عليك. مركزين عندنا نيوزيلندا، واحنا خلي بالك احنا مور بروفيشنال، يعني احنا بنتكلم في كل حاجه، احنا بنقرب من بعض كمصريين وكجهاز، ولكن احنا مور بروفيشنال، بنحافظ على حقوق حسام وبنحافظ على حقوق الاتحاد وبنحافظ على كل حاجه بتتعمل زي ما انا قلت لك قبل كده. يمكن انا بعت لك الارقام ان فتره الاعداد احنا عملناها مجانا، وبل بالعكس خدنا فلوس، وبعت لك الارقام بدقه بعد ما قفلت معاك. حصل. احنا بنتكلم تقريبا بسم الله ما شاء الله بنتكلم في 700,000 دولار مدخلات يعني للاتحاد المصري، غير من 2.5 ل 3 مصروفين على الاعداد نفسه بقى. ده ما تحملناهوش، غير الاستفاده بقى، غير ان انا استفدت كمان، يعني انا رحت الماتشات بتاعت كاس العالم مش خايف، ما هو ده نقطه مهمه يعني. غير الاستفاده الفنيه. ما هو حسام قال لهم ايه؟ قال لهم احنا جسمنا نحت، احنا لعبنا البرازيل واسبانيا، لعبنا البرازيل قبل 5 ايام من كاس العالم، بكاس العالم ب5 ايام. صحيح. فاهمني؟ طيب انا عايز احملك امانه بالله، تقول للعيبه بتوعنا واخواتنا واصحابنا وولادنا وللكابتن حسام، احنا واثقين فيكم جدا جدا جدا، وعارفين ان انتوا بتموتوا نفسكم، بس ارجوكم انسوا مباراه بلجيكا، احنا خلاص احنا قفلناها، وركزوا في نيوزيلندا. والله ما حد فاكرها يا ابراهيم والله خالص، وكلهم بيقولوا ما عملناش حاجه. نفسي نكسب ونصعد، وعايز اقول لك على حاجه. طب عايز اقول لك على حاجه، والله ما كان حد فرحان بالتعادل. يعني انا مصدقك لانه كان باين بعديها. ما حدش فرحان بالتعادل، احنا كنا متعكنين جدا. فاهمني؟ ولكن احنا لا نرى غير المباراه بتاعت بكره. انا بقى احملك امانه ليك والكل اللي سمعنا. يعني دعواتكم، احنا هنلعب ساعه الفجر، دعواتكم صلوا الفجر وادعوا لنا كله يعني صاحي يا باشا، كله صاحي، مصر كلها صاحيه. عاملين اللي علينا لبلدنا، وحاسين قد ايه الكوره فاتحه معاكم، وفي الاول وفي الاخر لعبه، بس احنا حاسين قد ايه فاتحه معاكم، ما فارقه مع الشعب المصري طبعا ان هو يفرح ببلده. وحاسين وعشان كده متحملين المسؤوليه بما يرضي الله وبما يرضي الشعب المصري. طالبين منكم بس وانتم كده بتتفرجوا على الماتش الفجر يقدم تصلوا تدعوا لنا ان شاء الله، ربنا يوفقنا. فيها قيام ليل كمان، في قبل الماتش قيام ليل ودعاء، ما احنا كده صاحيين، ففيها ده احنا في الثلث الاخير بالنسبه لمصر يعني. فاحنا ايه يعني نستغل دي، واحنا طمعانين في فضل ربنا سبحانه وتعالى قبل عدله ان احنا نطلع باول مكسب لينا في كاس العالم ان شاء الله وبعد الماتش نتكلم واقول لك الخطوات الثانيه ان شاء الله. يا رب على خير. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ مصطفى، انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا ابراهيم، شكرا جزيلا. الكبير انت وكل استوديوهات مصر الكبيره، ربنا يبارك في عمرك، اللي بتتكلم باعلام مسؤول بشكل كبير، احنا شايفينه وحاسينه ومحترمينه جدا. ربنا يبارك في عمرك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى ابو زهره، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمرافق ايضا لبعثه منتخبنا الوطني. طيب انا هقول حاجه من عندياتي ما اعرفش تمشي ازاي، بس هقولها وخلاص امري الى الله. شوف يا سيدي، احنا الماتش الساعه كام؟ الساعه 4 الصبح. يعني انا اتمنى، لان انا عارف الناس كلها هتبقى سهرانه والناس كلها هتبقى مستنيه المباراه. شوفوا لكم حل من الاثنين، يا في الحبيني كده نخلي يوم الاثنين اجازه، فالدنيا تبقى حلوه، لانه ما فيش حد في الدنيا هيبقى صاحي لحد ماتش مصر، خاصه كمان لو انت كسبان، يعني كمان لو انت كسبان.
فمفيش حد هيعرف يروح شغله، الناس هتبقى يعني مطبقه، الناس هتبقى مطبقه، فمين هيعرف يروح شغله؟ محدش هيعرف يروح شغله، الدنيا هتبقى صعبه، قطاع عام او قطاع خاص. فاتمنى يعني انا اقول اللي ايه اللي اقوله في الحته بتاعت القطاع الخاص، اتمنى يسمحوا للناس شويه بالتاخير، او 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 انه الحكومه تعمل مع الشعب واجب وتدينا اجازه بقى كلها، بقى تدي بقى للناس كلها اجازه، فالشعب المصري كله ياخد اجازه. فانا ما اعرفش اذا كنت بقول، انا ماليش في السياسه يا باشا، انا والله يا باشا ماليش في السياسه، بس لو ينفع يعني، لو ينفع مجلس الوزراء ياخد لنا قرار، والدكتور مصطفى مدبولي ياخد لنا قرار في القصه ديت، تبقى حاجه عظمه جدا جدا جدا. وتبقى اجازه يوم الاثنين، والناس تتفرج على الماتش فتعرف تاجز، على فرضيه ان شاء الله باذن الله انه المباراه تمشي كويس. يلا انا قلت مناشده، فما اعرفش تمشي ولا ما تمشيش، بس اتمنى والله، لان الموضوع هيبقى صعب جدا جدا على الناس. الماتش هيخلص الساعه 6 الصبح وانت هتبقى مطبق بقى، فالدنيا هتبقى صعبه. يا رب نتبسط يا رب، يا رب ابسطنا يا رب، وما تكسرش بخاطرنا يا رب، واجبر بخاطرنا ونكسب يا رب نيوزيلندا يا رب. يا رب احنا غلابه وطيبين ونفسنا نتبسط. يا رب احنا لو صعدنا كاس العالم وعدينا دور المجموعات ده هيبقى تاريخ يا عالم. احنا هنعيشه تاني ولا لا؟ يعني انا مش عارف هعيشه تاني ولا لا، انت عارف هتعيشه تاني ولا لا؟ محدش عارف. فاحنا يا رب احنا نملك اللي نملكه دلوقتي، ما نعرفش ايه اللي هنملكه بعدين. فيا رب ما تكسرش بخاطرنا يا رب، يا رب بحق جاه النبي، يا رب لا اله الا الله، يا رب بحق جاه حبيبك تكرمنا يا رب قدام نيوزيلندا ونكسب مكسب حلو ومريح ونرتاح كلنا ونتبسط. تخيل مصر تصعد تعدي دور المجموعات، طعمها حلو قوي. تخيل يا سامي، عمو سامي، طعمها حلو قوي. عم مصطفى نصعد كاس عالم كده، نعدي دور المجموعات، فالدنيا تبقى ماشيه معانا كده حلوه كده، والله مصر في كاس العالم معديه كمان. فيبقى احنا ايه، لا تمثيل مشرف ولا بتاع. ليه بقى؟ انت هتصعد للليفل اللي بعده. يعني ايه؟ انا اجي من بعد 2026 اقول باشا انا ملي دور المجموعات ده بالنسبه لي خلاص. انا بتكلم من بعد دور المجموعات. انا عندي احساس والله، ما تسالنيش، بس انا متفائل والله من اول حتى انا من زمان اقول لكم يا جماعه، انا عندي احساس ان احنا عندنا، يعني عندنا كوره وعندنا لعيبه وعندنا منتخب، وعندنا والله مدير فني كبير ومحترم. يا رب يكونوا قفلوا صفحه بلجيكا يا رب، يا رب يكونوا فاتحين صفحه نيوزيلندا يا رب. يا رب هد قوه نيوزيلندا، هدوهم، لان دي فريق طويل، العيال طوال قوي، والعيال بدنيا ما مش عارف، العيال بتجري جري. يتهدوا ان شاء الله باذن الله، يتهدوا في الماتش ده وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. واحنا هنلبس احمر، اللهم اكرم الفريق الاحمر. امن عم حسن، امن عم، امين يا رب. اكرم الفريق الاحمر ذو التيشيرت الاحمر والشراب احنا هنلبس لبس الزي التقليدي بتاعنا ان شاء الله باذن الله. احنا لبسنا ابيض في الماتش الاولاني، هنرجع نلبس احمر. طيب هل عبد الباسط وحسن غنيمه موجودين ولا نايمين ننا؟ هل انتوا صاحيين ولا نايمين ننا؟ طبعا صاحيين ومبسوطين. صحيح طبعا من بدري ما فيهاش نوم يا كابتن، ده كاس العالم. عمالين نسمع والوقت عندنا متلخبط فعلا. بس انت عايز ما تطلع يعني يوم الاثنين تبقى اجازه واحنا هنا الساعه 6 المغرب، فنطلع براحتنا احنا هنا. انتوا طلعوا، عايز يوم اجازه، الدنيا بالنسبه لنا سهله، انتوا بالنسبه لك صعبه. بالنسبه لنا احنا صعبه، يعني بالنسبه لنا احنا صعبه وبالنسبه للناس صعبه. ما انت طب انا راضي ذمتك يا عبد الباسط، انا راضي ذمتك يا حسن. الناس هتخلص الماتش الساعه 6، هيروحوا الشغل ازاي بقى؟ احنا بنتكلم على القطاع الخاص، احنا مالناش دعوه بالقطاع العام يا عم، احنا بنتكلم على القطاع الخاص. يروحوا ازاي بقى؟ لا عندك حق، عندك حق. لا ان شاء الله نكسب ونفرح ان شاء الله، وناخد اليوم اللي بعده اجازه ان شاء الله. ان شاء الله مصر كلها تبقى اجازه من الفرحه باذن الله يا رب، اللهم امين. طب عندكم جديد ايه انتوا في كندا دلوقتي ولا لسه انتوا في؟ وصلنا كندا، موجودين دلوقتي في كندا. والناحيه الثانيه مننا فندق المنتخب، احنا لسه واصلين حالا، فلازم هنطلع هوا حالا. ففي السريع وقفنا وطلعنا من مكاننا وسمعنا المداخله بتاعتك مع الاستاذ مصطفى ابو زهره. وفي الوقت برضو اللي احنا بنتكلم معاك فيه، الاستاذ مصطفى ابو زهره والمهندس هاني ابو ريده متوجهين حاليا لدعوه من عدد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره الكندي، عازمهم على الغداء، يعني بحيث ان هم الناس تبقى موجوده مع بعض، علشان خاطر ايضا
في جماهير مصريه محتاجه تذاكر، فبيحاولوا يظبطوا ليهم الامور والوضع بحيث ان هم يحضروا المباراه. وزي ما كان بيقول لك الاستاذ مصطفى انه في مش اللي موجود على السيستم بس، لا بيحاولوا يوفروا. حسن كان بيقول لك واحنا في سياتل في سوق سودا، هنا برضو في موضوع السوق السودا الشغال. انت كنت بتتكلم برضو على انه المباراه بتاعت نيوزيلندا ننسى بلجيكا. امبارح في القعده بين الكابتن حسام حسن واللعيبه قال لهم ماتش نيوزيلندا ده بالذات هو ماتش سهل ممتنع، احنا نقدر نخليه صعب ومتعثر ونقدر نخليه سهل، بس في نغمه دايره انه الحسابات بتاعتنا ماتش بلجيكا ده نطلع منه بتعادل ما نخسرش. دي كانت النغمه الاولانيه، عديناها بشكل ايجابي جدا. فهو قلقان انه احنا باصين لنيوزيلندا وايران ان هم اقل مننا في المستوى. فكابتن حسام العامل النفسي خلال اليومين اللي فاتوا هو كابتن ابراهيم شغالين على انه الفرق الثانيه بتبص لنا نفس النظره اللي احنا شايفينهم بيها. هم شايفين انه اقوى فريق في المجموعه هو بلجيكا، وشايفين ان مصر ونيوزيلندا وايران الثلاثه زي بعض. ايوه، الثلاثه عايزين يتشرسوا على بعض. فهو عمال يشيل الفكره دي، واللعيبه برضو واعيه واللعيبه فاهمه ده كويس. كمان خد بالك انه حته صلاح ومرموش لما بنتواصل ونتكلم ونشوف اللعيبه، الهيبه بتاعت اي منتخب احنا هنلاعب دوكو، هنلاعب معرفش مين، هنلاعب كذا، ما بقتش موجوده لان احنا برضو رايحين معانا صلاح ومرموش. برافو عليك. ده عامل لنا تقل، يعني حته الرهبه والهيبه من اي منتخب ما بقتش موجوده بسبب صلاح ومرموش، وصلاح الاكثر يعني، ولكن مديه ثقه وطبع ايجابي عند باقي اللعيبه. طيب ده شيء عظيم. يا سيد حسن، الاجواء عندك ازاي وبرنامج المنتخب ماشي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن. النهارده الرساله الاولى من كندا، كاميرا فايق في المونديال انتقلت من امريكا لكندا عشان ننقل للمشاهد المصري كل كواليس منتخبنا الوطني. بعثه منتخبنا الوطني وصلت بمشيئه الرحمن امبارح هنا في فانكوفر عبر طائره خاصه، استغرقت الرحله حوالي ساعه. اللعيبه نزلت لفندق الاقامه، اخذوا قسط من الراحه وبعد كده صلوا الجمعه. احنا طبعا عارفين ان انتوا في مصر صليتوا الجمعه من 3 ايام فاتوا، احنا لسه مصلينا من كام ساعه. اللعيبه صلت صلاه الجمعه وبعد كده اللعيبه خدوا راحه قسط من الراحه تاني وبعد كده صلوا العصر قصر. وكان الامام كابتن حسام حسن كما هو المعتاد. كابتن حسام معتاد ان هو يؤم اللاعبين في الصلاه خلال في فندق الاقامه ده دايما، وكان بيتكلم معاهم. بعد كده البعثه توجهت الى ملعب كيلارني بارك، وده ملعب التدريب اللي بيبعد حوالي 20 دقيقه من فندق الاقامه. كان تدريب يعني خفيف شويه عشان اكتر استشفائي اكتر عشان تجنب للارهاق. ولكن يا كابتن عايز اقول لك ان اللعيبه في التدريبات بتاكل النجيله حرفيا من الاصرار. كل اللعيبه عايزه تلفت نظر كابتن حسام حسن والجهاز الفني عشان يشاركوا ويحطوا المباريات دي في تاريخهم، والمشاركه في كاس العالم في تاريخهم. عشان كده في حماس كبير جدا في التدريبات. معالي السفير احمد حافظ سفير مصر في كندا كان في استقبال الفريق، لكن هو ما حبش انه يتكلم كتير مع اللعيبه لان كل اللعيبه كانت مركزه بشكل قوي جدا لا صوت يعلو على مباراه نيوزيلندا. عشان كده فضل ان هو يتكلم مع اللعيبه ان شاء الله بعد الماتش واحنا بنحتفل. والحقيقه يعني احب اشيد بالمهندس هاني ابو رضا رئيس اتحاد الكوره ان هو عامل اختصاصات في المعسكر. اعضاء اتحاد الكوره مش بيتكلموا مع اللعيبه، سايبين الحته دي للكابتن حسام حسن فقط لا غير. ولكن اعضاء اتحاد الكوره والجهاز الاداري كل واحد ليه دور بيأديه بشكل احترافي وبشكل بروفيشنال. عشان كده المعسكر طالع بشكل منظم وكل حاجه منظمه في المعسكر ومش متسابه للصدفه. يمكن النهارده كمان برنامج اليوم النهارده لمنتخبنا الوطني، يعني بعد حوالي ساعتين من دلوقتي هيكون في مؤتمر صحفي بحضور الكابتن حسام حسن. بالتاكيد ده هيكون في مؤتمر صحفي في ليله المباراه، وايضا مؤتمر صحفي لمدرب نيوزيلندا وصلت امبارح قادمه من لوس انجلوس. هتتدرب النهارده تدريبه واحده بس، احنا اتدربنا 2 تدريب، واحد امبارح وواحد النهارده. عشان كده دي ميزه وادفانتج بالنسبه لنا. بعد كده هيعقب المؤتمر الصحفي هيكون في تدريب رئيسي لمنتخبنا الوطني على ملعب كيلارني بارك هنا في فانكوفر. لكن يا كابتن خليني اقول لك كمان النهارده ان هيكون في تصريحات اعلاميه من بعض لاعبي منتخبنا الوطني زي محمد هاني وزيكو ومحمد علاء كما هو البروتوكول ووفقا لبروتوكول الفيفا. لكن كمان حابب اقول ان في فعاليات كتير جدا لروابط الجماهير هنا الموجوده في كندا، عاملين اجواء جميله جدا. يعني بيجهزوا لاكثر من حاجه. في مسيره هتتوجه بكره قبل المباراه زي اللي حصلت في سياتل، كانت مظاهره في سياتل هيكون زيها بكره
هنا في شوارع فانكوفر، متجهين الى ملعب بي سي بليس وورلد اللي بيتسع ل 55,000 متفرج واللي هيستضيف المباراه بكره. كمان عاملين بقى حاجه جميله قوي، عاملين مباراه وديه ما بين جمهور مصر وجمهور نيوزيلندا. اللعيبه فيه هيكونوا الجمهور بعض من جمهور مصر وبعض من جمهور نيوزيلندا. كمان في احد الشوارع الشهيره اللي بتقع في ظهرنا هيكون كمان في فعاليه اسمه يوم الفراعنه، ده هيكون موجود النهارده. المصريين هيكونوا موجودين بزي الفراعنه والثقافه المصريه. كمان يا كابتن في شيء مطمئن جدا، ان درجات الحراره هنا في فانكوفر مناسبه لكره القدم. من المتوقع بكره ان شاء الله حسب احوال الطقس هنا في فانكوفر الكنديه ان درجه الحراره بكره هتكون حوالي 29 درجه مئويه، على عكس مباراه مصر وبلجيكا في سياتل كان درجه الحراره 20 درجه مئويه. كان الجو مشمس وحار جدا. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراه نيوزيلندا. ان شاء الله باذن الله. عبد الباسط، عندي احساس انه الكابتن حسام مش هيغير حاجه عن التشكيله، يعني بيتهيألي كده نفس العناصر. ما اعرفش هل احساسي ده مظبوط ولا لا، ممكن يبقى فيه تغييره ولا اتنين. ما تقول لي اللي عندك. احساس ولا معلومه؟ انت برضه ما بتسكتش. احساس ولا معلومه؟ لا والله احساس، بحلف بالله احساس. طيب لا مصدقك طبعا، انا بهزر. لا هو احساسك في محله، بس التدريب الرئيسي لسه النهارده يعني بعد 3 ساعات او 4 ساعات. لكن اللي حصل في تدريب امبارح بعد ما خلصنا الهوا هو نفس التشكيل. قد تحدث مفاجاه وحيده فقط في خط الدفاع، بعيدا عن محمد هاني. الثلاثه اللي وراه حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، فتوح، قد تحدث مفاجاه ولاعيب يتبدل يعني. وخلينا نقول بن ياسر وحمدي فتحي، خلينا نقللها شويه. رامي، رامي يبقى في دور لرامي ربيعه مثلا، ولا عبد المنعم؟ ممكن يبقى عبد المنعم، ممكن يبقى عبد المنعم. ولكن انا مش عايز اجزم، لانه التدريب الرئيسي هو اللي هيحسمها النهارده. يا اما يثبت على نفس تشكيل المباراه الاولى او يحصل تغييره واحده النهارده في المران. هو مش هيلعب كتير خالص. كابتن حسام هو من النوع اللي بيكسب مباراه او بيتعادل مباراه بنفس التشكيل، وممكن يعدل تعديل داخلي لكن ما بيغيرش كتير. وانا بقول لك انه المفاجاه اللي ممكن تحصل يبقى تغيير خط الدفاع. هل ده السبب اصابه؟ المعلومه اللي عندي ما فيش اي اصابات واللاعيبه كلها سليمه. وارد يبقى تغيير فني بنسبه كبيره من الكابتن حسام، وارد علشان اطوال معينه، وارد علشان فكر في دماغ الكابتن حسام. ده اللي هيبان النهارده في التدريب بتاع الساعه 6. لكن هو نفس التشكيل الى ان يحدث جديد في المران الرئيسي يعني. ان شاء الله باذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا حسن، شكرا يا عبد الباسط، اشكركم شكرا جزيلا، ومتواصلين دايما مع بعض. اشكركم شكرا جزيلا زمايلنا الاعزاء احمد عبد الباسط وحسن غنيمه من كندا. طيب بص بقى، لو يعني الناس دايما بتقعد، انا ما بزهقش. اصل خد بالك في حاجات ما بزهقش منها، يعني ما بزهقش منها، وبحب دايما طول الوقت دورنا برضو ان احنا نوعي الناس. يعني تاني، العالم كله عارف العالم كله بيلعب ازاي، يعني العالم كله عايش في عالم واحد. شوف ازاي سبحان الله. فهم عارفين منتخب مصر هيلعب ازاي، واحنا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. واذا كانت الناس بتقول لك ايه، اصل انتوا التشكيل، اصل الناس ما تتكلمش في التشكيل، ما تتكلمش في طريقه اللعب، على اساس ان الفرق اللي قدامك ديت ايه مثلا، يعني ما عندهاش ولا ناس بتحلل لها اداء، ولا عندهم ناس بتفهم كوره، ولا عندهم استوديوهات تحليليه، ولا عندهم اي حاجه في اي حاجه. يعني الناس دي مثلا كده. طيب يا عم، اذا كانت الناس شايفه كده، تعال اوريك انا مثلا تقرير في صحيفه ستاف النيوزيلنديه وهي بتتكلم على منتخب مصر، على المباراه. فعاملين تقرير تحليلي، يعني تقرير تحليلي كده بيتكلموا فيه. فبيقول لك ايه، انه مدرب نيوزيلندا، عشان هو مش سر يا جماعه، خيابه. انا بشوف اي حد خايب يقول لك اصل التشكيل بتاعت منتخب مصر خايب. ده كلام خايب، كلام خايب. اصل التشكيل بتاع منتخب مصر انت بتقوله كده بتساعد الفريق اللي قدام، وساعته في ايه؟ ده اذا كان الناس بتقول لك انا نقطه ضعف اهي وبحاول اعمل فيها كده. ده تقرير في نيوزيلندا يعني، واي حته في العالم كده، عشان ده شغل صحافه وشغل اعلام، وهو فاهم كويس انه مفيش حاجه مش عارفها عن التاني. يعني الكلام ده كان في السبعينات بقى وفي الثمانينات. تعالوا نخبي بقى التشكيله ونخبي الكلام ده كله. طيب، فبيقول لك ايه، انه دارين اللي هو المدير الفني بتاع نيوزيلندا عنده حيره كبيره جدا بشان الابقاء على التشكيله اللي اتعادلت مع ايران قدام حضراتكم على الشاشه، او اجراء اي تغييرات قبل مواجهه مصر. التقرير ده بيقول لك ايه، انه اداء نيوزيلندا امام ايران اعتبر من افضل العروض في تاريخ المنتخب، خاصه من الناحيه الهجوميه، رغم انتهاء المباراه بالتعادل. هم معتبرين ده كده، والراجل المدير الفني بتاعهم شايف كده. ولكن المنتخب النيوزيلندي حصل على نقطه واحده من المباراه الاولى، ويعتقد ان تحقيق فوز واحد في المباراتين المتبقيتين قد يكون كافي للتاهل لدور ال 16. هو بيقول لك انا اتعادلت
محتاج مكسب صعدت، زي البصه اللي انا باصصها برضو لنيوزيلندا، انا اتعادلت محتاج اكسب ماتش واحد وعديت. قال لك مصر اتعادلت مع بلجيكا 1-1، وبالتالي لا يزال المنتخب المصري بيبحث هو الاخر عن اول انتصار له في البطوله. التقرير شايف ان مواجهه مصر تبدو اسهل لنيوزيلندا من مواجهه بلجيكا، خاصه مع سجلها الضعيف امام المنتخبات المصنفه ضمن العشره الاوائل عالميا. فبيقول لك انا بالنسبه لي ان انا اواجه مصر اسهل. انا بقى عايز اقول له تمام، انت شايفني سهل، تعالى يا باشا. انت شايفني سهل، تعالى يا باشا وانا اوريك بقى السهل اللي انت شايفه سهل نسبيا من بلجيكا. قال لك مركز الظهير الايمن يعد، هم بيقولوا عن نفسهم، يعد ابرز المراكز المرشحه للتغيير في نيوزيلندا بعد معاناه تيم باين دفاعيا وهجوميا قدام ايران. الحق الحق، بيطلع سر يا عم، الحق ده بيطلع سر. الباك اليمين عنده وحش وهو بيتكلم عنه، الحق ايه ده صحافه وحشه خالص، ده ايه ده عالم وحشين خالص. ازاي بيقولوا نقط ضعف واحنا نعرف والمصريين يعرفوا فيلعبوا على نقطه الضعف فنغير لهم البتاع. خلاص بقى يا جماعه بقى، خلاص يعني ما هو انت شايف الوحش وحش والاداء الجامد جامد واللعيب المميز مميز والتغيير اللي هتحصل هنا، ولو عنده مشكله هتبقى في الحته الفلانيه. فبيقول لك ان الظهير الايمن اليوت بيملك فرصه للمشاركه اساسيا بعد اشاده الجهاز الفني باداء الدفاع القوي خلال الدقائق اللي لعبها كبديل قدام ايران. يعني ما فالراجل ده هيبقى فرصه احسن. فانت تقدر تفهم ان الصحافه في نيوزيلندا بتتكلم عن ان الراجل بيفكر انه يغير ظهير الباك اليمين. المدرب بيدرس ايضا امكانيه الدفع بالمدافع تايلر بندون سواء كظهير ايمن او في قلب الدفاع لمواجهه الخطوره. فادي يا باشا كمان بيتكلم في فكره التغييرات اللي ممكن تكون بتحصل في كل حته في الملعب وفي اكتر من مركز من المراكز. قال لك او في قلب الدفاع كمان. استنوا يا جماعه، انتوا غيرتوا ليه البتاع؟ انا لسه ما لحقتش اقرا بقيه هات الصفحه اللي قبليها. بيقول لك كظهير ايمن او في قلب الدفاع لمواجهه خطوره الثنائي المصري مرموش ومحمد صلاح. اللي بعده بيقول لك في نقاش داخل الجهاز الفني حول اشراك لاعبين صراع زي اولد او جيسي راندال من البدايه للاستفاده من الهجمات المرتده قدام منتخب مصر. هو كده تقدر تفهم انه بيتكلم عن انه طالما هو هجمات مرتده امام منتخب مصر، انه منتخب مصر هيبقى اغلب الظن هو المستحوذ، اغلب الظن هو اللي بيضغط، وبالتالي انا هبقى رد فعل فعايز العب على الهجمات المرتده. فبقول لك واحده من ضمن الحاجات اللي بيفكروا بيها ايه ده طلعوا عارفين منتخب مصر بيفكر ازاي، ايه ده سبحان الله كده بقى. انت فاهمني؟ انا بس عشان اشرح لك انه ما بقاش في سر في الكوره. قال لك رغم الحديث عن بعض التعديلات المحتمله، الاداء الجيد للرباعي الهجومي قدام ايران يجعل الابقاء عليه الخيار الاقرب. ده بالتمام والكمال الترشيحات او التغييرات اللي ممكن تبقى موجوده في فرقه نيوزيلندا واللي بيتكلموا فيها عادي جدا جدا باريحيه، وده طبعا طبيعي جدا. ماذا سنفعل ان شاء الله باذن الله قدام نيوزيلندا؟ كيف يفكر كابتن حسام حسن؟ ده اللي احنا هنتناقش فيه مع حضراتكم بكل. لا والله احنا في الدقيقه 33 وكوت ديفوار متقدمه على منتخب المانيا. يا رب يا رب منتخب المانيا ما يكسب اي حاجه خالص في البطوله دي. انا بحب منتخب كوت ديفوار. طيب بمناسبه بس قبل ما اطلع لفاصل او اطلع للاستراحه الاعلانيه الاولى، ليه لما كنا بنتكلم على منتخب مصر بقول لك ده معسكر سعيد؟ بص اللعيبه بتحب بعضها ازاي، بص بتتكلم عن بعضها ازاي، محمد صلاح مرموش مجموعه كلها على بعضها عامله ازاي، ها تحب نجمها يعني. معسكر البرتغال حرفيا متدمر على شفا الانهيار. التعادل قدام الكونغو قلب الدنيا، اصبح هناك انقسام كبير جدا جدا داخل الراي العام الكروي البرتغالي، اللي شايف انه المدير الفني مارتينيز اخطا انه ادى لكريستيانو رونالدو 90 دقيقه كامله، واللي شايف انه لا لابد من احترام اسطوره البرتغال رونالدو. بعد المباراه عدد من لاعبي البرتغال تعرضوا لهجوم كبير جدا جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات بالتقليل من شأن رونالدو. من ابرز طبعا اللعيبه اللي اتقطعت برونو فرنانديز وفيتينيا وجواو نيفيز وبيدرو نيتو، خاصه كمان انه اتكلم يمكن بعد المباراه الراجل قال لك يعني لا ده طبيعي جدا، ده لعيب نيفيز تحديدا يعني، قال لك ده كريستيانو لعيب وسط المجموعه. الراجل ده اتقطع مش عايز اقول لك يعني اتقطع تقطيع ما تقطعوش في حياته كله. انتقادات كبيره جدا جدا
لانه قال ان رونالدو مجرد لاعب في وسط المجموعه. فطبعا اصبح في يعني انقسام كبير جدا جدا ما بين اللي شايف ان رونالدو خلاص كفايه عليك كده، او اللي شايف انه عيب ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الاسطوره بتاعتنا كده. فيتور بينتو اللي هو نائب رئيس تحرير صحيفه ريكورد البرتغاليه قال حذر من ان الاستقطاب حول رونالدو قد يؤدي الى اجواء شبيهه بحرب اهليه داخل المنتخب، لانه في مجموعه كده معاه وفي مجموعه ضده. والراجل قال نفى بشكل قاطع ان يكون في اي مؤامره او مقاطعه منظمه ضد رونالدو، لكن قال البرتغال فشلت تكتيكيا في استغلال مهاجم صريح بالشكل المناسب. طيب الجدل زاد جدا جدا والدنيا ولعت بعد ما قال الكاتب نونو سارافيا في صحيفه بولا البرتغاليه، قال شكرا على كل شيء يا كريستيانو، لقد حان وقت الرحيل. وقال ان رونالدو لم يعد المرجع الاول للمنتخب. ده معسكر اتضرب فيه مفك، فخلى كل حاجه فيه قابله للانشطار، يعني كل حاجه وارد جدا يبقى ده واحد من اكبر واهم الاسباب اللي تخرج البرتغال من البطوله دي بدري. لان هو عشان يلم المعسكر ده محتاج معجزه حرفيا، يعني هو فعلا محتاج معجزه عشان اعرف الم المتبعتر ده كله بسبب الاحداث اللي حصلت ونتيجه التعادل. خد بالك لو الماتش ما خلصش بالنتيجه دي ما كانتش هتحصل كده. عشان كده دايما الكوره نتائج، الكوره فيها نتائج، النتائج لما تبقى في نتائج كويسه والدنيا ماشيه كويس الدنيا هتتلم. لكنه اما ان احنا في السكه دي فالموضوع هيبقى صعب قوي. النهارده بعد الاستراحه الاعلانيه الاولى هيبقى مشرفنا ومنورنا كباتن مصر ومدربينا المخضرمين والمهمين جدا جدا عشان نتكلم على منتخب مصر ونتكلم على الكابتن حسام حسن. هيكون مشرفنا ومنورنا كابتن احمد سامي، كابتن هيثم شعبان، كابتن احمد خطاب، كابتن امير عزمي مجاهد، ونتفرج كمان ونسمع منهم شافوا ايه جديد في طرق اللعب، شافوا ايه جديد قدموا المنتخبات اللي مشاركة في هذا المونديال. حوار فني ممتع أدعوكم لمشاهدته بعد الاستراحة الإعلانية. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا قبل ما نخش في أي تفاصيل نرحب بنجومنا اللي مشرفينا ومنورينا في هذه الأمسية الكروية المختلفة. كابتن أحمد سامي. كابتن أحمد أهلا وسهلا بك، منور الدنيا كلها. ده نورك يا إبراهيم. وحشني جدا يا كابتن سامي والله. والله وأنت كمان، ومبسوط بقالي كتير ما طلعتش معاك. ده شرف لينا والله العظيم. الله يخليك. شرفنا ومنورنا كابتننا أيضا كابتن هيثم شعبان. كابتن هيثم مساء الجمال. حبيبي يا إبراهيم، مساء الفل والعسل. بتشرف بوجودي معاك دايما ومبسوط جدا بوجودي مع الكباتن الكبار. من زمن احنا برضه يا كابتن طبعا بعض يعني. طبعا بقالنا دلوقتي 4 سنين تقريبا. ايوه فاكر انا كويس. دايما على طول يعني تشرفنا وتنورنا. لاول مره برضه مشرفنا ومنورنا كابتن احمد خطاب. كابتن خطاب مساء الجمال. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، انا بتشرف ان انا مع حضرتك طبعا ومع الكباتن، واتمنى يكون يوم كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ونتكلم في الكوره ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. كابتن امير عزمي مجاهد. كابتن امير مساء الجمال. مساء الفل يا هيما. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كل ما اشوفك اقعد اضحك ما اعرفش ليه؟ بفتكر لقطه كده يا كابتن سامي، كان الكابتن امير كان موجود فيها، وكان المدير الفني لابو قير للاسمنه كان انت. فانا كل ما اشوفك بضحك بصراحه بفتكر الموضوع. قول يا ابراهيم. خلاص هات الحلقه اللي قبليها. قلت له هتكمل ولا لا؟ قال لي ان شاء الله باذن الله. كمل هو دلوقتي. كمل معانا في القهوه. طيب كابتن سامي، خليني يعني اسالك الاول بس اجمالا كده، هل وده هيبقى سؤالي لحضراتكم، هل احنا شفنا حاجه جديده في كاس العالم، طرق لعب مختلفه مع كل المنتخبات والماتشات اللي اتلعبت ولا لا؟ يعني بقى في مرونه، يعني ما بقاش في اسطمبه. يعني في فرق كتير جدا اللي بيلعب 4-4-2 و4-3-3 وبيلعب 3-5 وبيلعب 5-3-2 يعني. لكن هو طريقه بنى اللعب او طلوع بالكوره يعني ماسكه ظاهره جدا في منتخب انجلترا. هاري كين يروح نازل بشكل كبير جدا لغايه نص الملعب عشان يفضل الوينجين. يعني كانت حاجات طبعا هي مش جديده في الكوره، بس كانوا مأكدين عليها. بتشوف فرق بتأكد عليها حتى لما بيحصل غلط في اول تجربه او اول محاوله، تاني محاوله بيبقى في تصميم، تلاقي في شغل مدرب بره ان هو مصمم على طريقه لعب معين. لكن طبعا احنا كمدربين بنقعد نتفرج على كاس العالم ده كل 4 سنين، بنستنى الجديد، لان بتبقى ثقافات ومدارس مختلفه
الواحد بيستفاد منها كمدرب يعني. صحيح. كابتن هيثم نفس السؤال، عجبك حاجه معينه، منتخب تركايه معينه في منتخبات من الماتشات اللي احنا بنشوفها الصبح بالليل الفجر العصر المغرب العشاء؟ لا الحقيقه يعني ابرز حاجه انا لاحظتها في النسخه دي من كاس العالم ان معظم الفرق ما فيهاش تحفظ. الموسم دوت او النسخه دي بالتحديد في لعب مباشر كتير، في عدد فرص كبير من كل الفرق. يعني لو لاحظنا في كل المباريات حتى احنا كمنتخب مصر احنا لعبنا دايما لما بيكون عندنا القدره على ان احنا نخلق فرص بنخلق عدد فرص ما كناش بنخلقوا فرص قبل كده بالشكل دوت وبالمضمون ده وبالعدد ده في نسخ قبل كده او حتى في بطولات اخرى يعني. لكن كاس العالم السنه دي الحقيقه انا عاجبني جدا فكره ان كل الفرق عندها القدره على ان هي تصنع عدد كبير من الفرص، مفيش تحفظ كنا بنشوف بعض الاوقات وفي لعب مفتوح كتير. هل الفوارق بتقرب؟ الفرق بتقرب كتير، بتقرب وطموحات المنتخبات عليت. خلينا نتفق على ان احنا منتخب المغرب بحصوله على المركز الرابع في النسخه الاخيره معلي طموح كل الفرق العربيه صحيح. والافريقيه. صحيح. فطبعا شكل كاس العالم حتى مع زياده العدد الكبير في المنتخبات ده لا الشكل والمضمون والاسلوب اتغير كتير. طرق اللعب كل منتخب محافظ على هويته ومحافظ على طريقته، لكن في اصرار اكتر، في رغبه اكتر، في عدد فرص اكبر عن قبل كده يعني. عينك شافت حاجه حلوه، حاجه مختلفه في كاس العالم يا كابتن خطاب لحد دلوقتي؟ بص يا كابتن يعني كاس العالم السنه دي مختلف في حاجه انا شايف ان هي اول مره تحصل. ايه هي؟ السمات الشخصيه بتاعت منتخبات افريقيا بالذات واسيا اتغيرت تماما. تحس فعلا ان كل منتخبات افريقيا وكل منتخبات اسيا اللي موجوده، انا بتكلم بالاخص على افريقيا واسيا عشان كان دايما اهدافهم بتبقى تمثيل مشرف. ده حقيقي. اللي انا شايفه لحد دلوقتي من كل المنتخبات دي لا الموضوع مختلف تماما. سماتهم الشخصيه في الملعب، بيلعبوا جيم مفتوح، بيلعبوا كرة متقدمه وحديثه. طبعا حته السيستم وحته انت تقدر تحلل اداء فريق من ناحيه اللي بيقدمه في الملعب مش بتبان من مباراه واحده، لازم وفي حاجات بتحصل تصاعديه من خلال البطوله. فده اللي انا مبسوط بيه وسعيد بيه جدا، ان الكوره ما بقتش مقتصره دلوقتي على اوروبا بس او امريكا اللاتينيه، لا بدا يبقى في تنافس من كل الفرق المشاركه. الناس كانت خايفه كلها ومتخوفه من ان زياده عدد الفرق في بطوله كاس العالم هيضعف مستواها الفني. انا شايف بالعكس ان زياده العدد دي اضافت للبطوله واضافت فيها قوه كبيره جدا. واعتقد ان ده هيبان كمان في الجولات اللي جايه. اعتقد الجوله الثانيه والجوله الثالثه من دوري المجموعات اللي شغال ايوه هتبقى في منتهى الشراسه، لان كل الفرق دلوقتي بقى عندها فرص ان هي تكمل في البطوله. صحيح. ونتمنى باذن الله التوفيق. الفيفا عاملين حاجه، موقع الفيفا عامل حاجه لطيفه جدا، عامل لينك كده بكاميرا من بعيد خالص للتحليل. يعني لو انت عايز تتفرج على الماتشات من ابعد كاميرا عشان تعرف التحركات والحاجات الزوايا. اعتقد دي برضو من الاضافات اللي بتبقى حلوه موجوده في مصر. موجوده في مصر يعني كان في مودرن الكوره ولا لا كان في مودرن يعني الكاميرا دي موجوده. ايوه انت اللي بتحطها. انت اللي بتحطها. اقصد ان معموله للمشاهدين الجمهور المشاهدين. دي معموله الفيفا عاملها، حط لينك انت تخش تشوف من الماتش من بعيد من فوق طريقه تحركات اللعيبه تحركات اللعيبه يعني. بص انا بحب دايما يعني ايه، بحب اقرا شويه كده واشوف الناس بتشتغل ازاي. بدات يعني النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي بتحصل اصلا في اوروبا في استوديوهات تحليل الدوريات الكبيره في العالم. ان الناس اللي بتحلل في الدوريات دي بيروحوا يعملوا زي فتره معايشه مع الفرق اللي بيحللوا لها اغلب ماتشاتها في الدوريات، علشان هو بيحلل يشوف ايه اللي بيحصل في التمرين او المدرب ده او الجهاز الفني ده بيشتغل على ايه، وبالتالي هل ده بيحصل في الماتشات ولا لا. فده كل الكلام ده بيحصل من خلال الكاميرات اللي حضرتك بتقول عليها، لان طبعا احنا دايما الناس بتقتصر التحليل في المشاهده للمباريات. برافو عليك. ما بتقدرش تحكم ايه اللي بيحصل في باقي الملعب. انت عشان تحلل اداء فريق لازم تبقى شايف الكتله كلها بتاعت ال10 لعيبه كلها رايحه ازاي، يمين وشمال ومقربين من بعض ولا لا، ومين سرح ومين نفذ صح. ده المخرج بتاع المباراه ما يقدرش يتحكم فيه، لان هو محتاج المخرج بتاع المباراه مش بيخاطب المدربين على قد ما بيخاطب الجمهور. هو عايز جمهور يستمتع بالكره ونقلتها وحركاتها، فبيحاول يجيب جمهور مش هيستمتع جمهور مش معين، مش هيستمتع بالكاميرا اللي فوق دي. ولكن عشان تقدر تحلل اداء فريق وتقدر تشتغل على الامور دي وايه اللي بيحصل كويس وايه الثغرات، لازم من خلال الكاميرات اللي حضرتك بتقول عليها. فزي ما كابتن احمد بيقول ان في انديه كتير جدا في مصر دلوقتي بتشتغل على الكلام ده، بتشتغل على ان هي تبقى جايبه كاميرات خاصه بيها عشان تقدر تساعد المدرب والجهاز ان هم يعملوا حاجه كويسه. كابتن امير عجبك ايه؟
لفت انتباهك تركايه يعني، حتى لو ابسط حاجه، لو تركايه في ماتش من الماتشات؟ عجبني امريكا، عجبني كندا، عجبني اليابان. اللي الناس دي كان متاخد عندهم انطباع اللي هم قوه بدنيه فقط لا غير. تعال النهارده اتفرج على هات هنا درش وسع عشان الكابتن هيثم ضيقت عليه الدنيا. خلينا اهم من الشغل تظبيط الشغل دي قهوه يابا. فبقول لك اللي كان متاخد انطباع عن امريكا وكندا واليابان اللي هم فرق قوه بدنيه فقط لا غير. تعال النهارده اتفرج على فرقه امريكا من احسن المنتخبات اللي بتلعب كوره. دي حقيقه. وانا شايف اللي لو بالشكل ده ممكن هيوصلوا ادوار بعيده في البطوله. الحاجه الثانيه لو تتفرج على معظم الاهداف اللي دخلت البطوله لحد دلوقتي كلها من على الجناب وحته التسديد. يعني ما فيش النهارده الاختراقات اللي هي من العمق مش كتير، لا كله من على الجناب. اتفرج مثلا على ماتش ايران وماتش نيوزيلندا كلها كور عرضيه. النهارده ماتش هولندا مع السويد 5 ممكن 3 اجوان كلها كور عرضيه. فزي ما قلت لك الكوره اتغيرت يا ابراهيم، خلاص ما فيش حاجه اسمها البدني بس. طبعا الكابتن احمد اتكلم في نقطه بالنسبه لمنتخب انجلترا، يمكن اول مره في حياتنا من ساعه ما شفنا منتخب انجلترا اللي منتخب انجلترا بيحضر وبيبني هجمه وبيطلع بالكوره. فانجلترا شكله متغير مع توخل. وانا شايف برضو اللي عندهم معدلات الجري كبيره جدا. يعني انت شفت تصريح لمدرب منتخب كرواتيا قال لك اللي معدلات منتخب انجلترا في الماتش بيجروا كتير جدا. فجري مع كوره مع تنظيم، ده النتيجه اللي انت هتلاقي منتخب انجلترا كسب 4 ادى بشكل كويس جدا. فالانطباع اللي كان متاخد عن الفرق اللي هم بدنيا بس، لا الوقت الجانب المهاري بقى بيأثر بشكل كبير قوي في بعض المنتخبات. من فتره كنا بنتكلم انا وحضرتك على الهوا، تفتكر من كام سنه؟ 3 سنين. هل اتغيرت قناعات الكابتن احمد سامي فيما يتعلق بتحليل الاداء ولا لا؟ ايوه، ما انا معايا في كل نادي محلل اداء. ماشي. انا ما كانش بس موجود، الناس بس بتاخد الكلام وبتقطعه. ماشي. انا كان في سموحه كان في بادجت، فانا عشان كان في امكانيات للجهاز، فانا ما كانش عندي رفاهيه ان انا اجيب محلل. لكن كل الانديه اللي اشتغلت فيها بعد كده كلها معايا محللين اداء لغايه اخر نادي. السنه دي مثلا اتحاد ومودرن كان معايا محللين اداء. حاجه مهمه بتساعدني، يعني حاجه بتساعدني بشكل كبير جدا. دراع مساعد قوي جدا جدا طبعا. جدا. بس انا كمان يا كابتن بتكلم على ضروره انه تحليل اداء في مصر يتحول ما بقاش السؤال بقى ما بقاش مقتصر اجيب محلل اداء مش واحد، لا بقى اكتر من واحد. ايوه برافو عليك. وفي نفس الوقت يعني الشغلانه وسعت بتاعت محللين اداء، بقتش بمفهومها الضيق بتاع زمان. ايوه بقى موضوع في مواضيع كتير جدا في تحليل الاداء لو انت استعملتها تساعدك بشكل كبير جدا سواء في كل مراحل اللعب. فانا شايف ده طبعا دورها مهم جدا وبتساعدك وبتريحك. وخلي بالك حته كمان اللعيبه كمان محلل اداء لما انت بالنسبه لك، انا بكلمك بالشكل بقى الضيق، لما بكل شويه بتبقى انت بتديله لقطاته في الماتشات، بتديله لقطاته انديفيدوال، مش لازم قدام اجتماع قدام الفرقه. انا متاكد مليون في الميه انه مثلا الكابتن حسام حسن عمل دور كبير جدا جدا مع محمد هاني، وفكره التامين وانه يبقى مروان في ظهره وياسر في ظهره في اكتر. لا ما هو خلي بالك بقى المنتخب باين جدا ان الكابتن حسام في حته تحليل الاداء ده مهم جدا، لان اللعيبه نازله عارفه ادوارها مليون في الميه، وعارفه مفاتيح لعب. مثلا ماتش بلجيكا عارفين مين منتخب مصر فيه محلل اداء شاطر جدا. جدا عارف معروف طبعا. محمود شاطر جدا جدا. ومحمود الحقيقه مش بس هو بيساعد الكابتن حسام حسن في الحته دي، كمان هو كمان مخلي اللعيبه شايفه كويس طبعا. فده دور مساعد يعني. لما الكابتن حسام حسن بياخد بيه هو بيساعده اختصار وقت وزمن ومسافه. خلي بالك بس عشان يعني حتى انت لما بتيجي تلاعب فرقه الماتش اللي بعده دور محلل الاداء بالنسبه للاجتماعات بقى الفنيه، وكل واحد بيشوف لقطات من الجهاز والكلام ده، وتبني انت استراتيجيه معينه. انت هتعمل ايه مع الفرقه اللي قدامك الماتش الجاي. طبعا لو محلل اداء شاطر بيظهر لك حاجات كتير ممكن تبني انت طريقه اللعب للماتش اللي بعد، زي ماتش نيوزيلندا الجاي ده. صحيح. اكيد هيبقى فيه ممكن يبقى الشكل هو بس طريقه اللعب هتبقى مختلفه شويه. صحيح. لكن برضو مع تعظيمنا لدور التحليل الفني ومحللين الاداء، يبقى المدير الفني هو المدير الفني طبعا. هو صاحب القرار الاول والاخير، هو الراجل اللي بيحط الفكره والخطه والتنفيذ. يعني اقصد ما فيهمش حد، يعني هو المدير الفني هو كل حاجه.
دي اداه من ادواته، زي بالظبط انت عندك مدرب حراس المرمى، زي ما انت بالظبط انت عندك فرد في الجهاز، فرد في الجهاز، فرد معاون طبعا بيساعدك. طيب ده خليني برضو اسالك، الى اي مدى شايف دور تحليل الاداء في مصر الفتره اللي فاتت، وانت قناعتك بيها يا كابتن هيثم؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لان البوزيشن ده بالتحديد مستحدث في الكره المصريه. خلينا نتكلم في اخر 10 سنين بدا ظهورهم يبان او دورهم يبان في الكره المصريه من حوالي من 5 ل 6 سنين او لحد اقصى يعني. وبما ان هو بوزيشن مستحدث فما كانش كل واحد عارف دوره واختصاصه ازاي جوه الجهاز. فبعض الاحيان بعض المدربين كانوا بيستخدموا العنصر ده بشكل غلط، ادى الى ان بعض الناس فهمت الادوار بتاعته بشكل اكبر. المحللين وهم داخلين المجال وداخلين يشتغلوا في المجال ما بقاش عارف دوره ايه، فلما بيحس ان هو دوره صغير بيستصغره بزياده، بيبقى عايز دور اكبر. ولما بياخد المساحه بتاعته الطبيعيه في الشغل بيفهم الموضوع غلط وبيحس ان هو اهم عنصر في المنظومه. المنظومه ما ينفعش عنصر فيها يبقى ناقص. ده الوصف الصحيح، ده الوصف الدقيق لحاله اللبس اللي بتحصل. حاله لبس كبيره جدا، فما بقاش حد عارف دوره وحجم دوره عامل ازاي، على الرغم من اهميته. لكن في الاخر زي ما حضرتك قلت من شويه، يبقى المدير الفني هو صاحب القرار، لان هو الشخص المسؤول في النهايه على كل اللي بيحصل جوه المنظومه او جوه الجهاز. فكره الخلط بقى ما بين دوره ايه، يعني انا في بعض الاحيان اسمع ان في محلل اداء بيدي محاضره. يا ده غريب، عبث، ده عبث كارثه، عبث. طيب لما تيجي تتكلم بقى مع محلل اداء او تتكلم على ان هو لا مدرب ولا مدرب عام، هو ده مش دوره. لما تيجي تتكلم يعني بقى لما تيجي تتكلم مع محلل اداء او تتكلم على ان ما ينفعش محلل الاداء يدي محاضره، طبعا تلاقي هجوم من محلل الاداء على المدرب ده. يقول لك ايه ده، هو بس معلش، لا الناس بقت فاهمه دلوقتي. لا بس الناس انا خلي بالك في محللين اداء الكلام ده لغايه الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، حاجه قريبه جدا مش حاجه بعيده. انا دقيقه واحده بس. الطبيعي اصلا محلل الاداء ما يقعدش على الدكه في الماتش، هو مكانه فوق. مظبوط. لو عندك كذا واحد لو عندك كذا واحد، ما هو المفروض يبقى في كذا واحد. بقول لك في كاس العرب لو عندك كذا واحد على الدكه وواحد فوق، يعني بيبقى في كوميونيكيشن. والله العظيم انا شفت في كاس العرب كل الفرق اللي هي كانت بتلعب او بتلاعبنا او هتلاعبنا، فهم بيقعدوا يتفرجوا، فتلاقي الطقم بتاعهم 3 4 جايين قاعدين فوق شايفين كل كاميراتهم، قاعدين بيتفرجوا ياخدوا اللي هم عايزينه. بس احنا عندنا ناس شاطره ويسجل. لا ما عندناش مشكله، انا ماليش مشكله، بس انا بتكلم في تعظيم الدور. هو دوره ايه؟ ده دوره ده. لكن انا لا حاضر لعيبه ولا اتكلم مع لعيب انديفيدوال الا اذا سمح لي انا الراجل المدير الفني. ايه بالظبط تتكلم في ايه كمان؟ لان برضه في جزئيه ثانيه مهمه، ان بيحصل او حصل حساسيه كبيره جدا ما بين المدربين والمحلل. لما المدرب لما بيلاقي ان المدير الفني بيقعد كتير مع محلل اداء، تلاقي المساعدين المساعدين يبداوا يتضايقوا. انا دي حقيقه. بس خلي بالك بس يا هيثم، بس هقول لك، هو انت لما بتيجي تعمل اجتماعات فنيه انت ما بتجيبش محلل اداء على جنب، يعني هو في الاخر انت بتعمل تحليل قدام الناس. انا بتكلم على اللبس اللي حاصل جوه المنظومه فيما يخص محلل اداء كبوزيشن مستحدث في الكره المصريه. هو خلاص قدم، يعني هو بقى قدم في الكوره. هو دلوقتي هو قدم بره طبعا، هو النهارده لغايه النهارده كمان قسم كبير يا كابتن. احنا عندنا هنا لسه بنشتغل بواحد واثنين. انا عارف انه رد حضراتكم تقول انا بروح انديه بادجت فيها بتبقى على القد، يا دوب انا لو جبت 2 يبقى كتر خير الدنيا. لا واثنين بيقول لك كتير جدا. ليه 2 يا كابتن؟ يعني اول سؤال بيتساله ليه 2؟ انا بقول لك مثلا 2 محللين اداء، ليه 2 يا كابتن؟ ما هو واحد كفايه. والله في انديه ممكن تقول له محلل اداء يقول لك لا، ما خليه على جنب، ويجيب لك الفيديو بتاع اللي انت هتلاقيه. حلل انت وخليه يجيب لك الفيديو اللي انت. بعض الاحيان المدير الفني بيكمل مرتب المحلل الاداء او يدفع مرتبه ويجيبه عشان خاطر يبقى موجود معاه محلل اداء. انا عندي حكايه والله ما ينفع اقولها على محلل الاداء ده. كابتن خطاب بسال نفس السؤال، تعقيبك ايه؟ دور تحليل الاداء، عايز تقول حاجه فيه؟ لو محرج بالنسبه لك بلاشه. لا بالعكس. بص مبدئيا كده، يعني انا عندي قناعه في حاجه، ان مفيش حد بينجح لوحده. صحيح. وان انت تحاول تثبت ان انت ممكن تنجح لوحدك، ده بيبقى بدايه الفشل. فده كان يعني نقطه البدايه عند اغلب المدربين، ان هم ما كانوش متقبلين ان حد يشاركهم شويه النجاح. وده شيء مش كويس، انا بعتبره ان هو مش كويس. لان التخصصيه في الادوار في الدنيا عامه كمان، وبالاخص في الكوره مهمه جدا. فحته محلل اداء هو دوره ما يقلش عن اي حد، وزيه اي حد في الجهاز. ممكن اداري يفشل لك منظومه. اداري اللي هو شغل ورقه وقلم. طبعا مش حصل ان في فرق فقدت عدد من النقط بسبب خطا اداري. مظبوط. فاذا دور الاداري ما يقلش عن دور اي حد. صحيح. بس هي قصه
هو مسمى المدير الفني اصلا جه منين؟ يعني ايه كلمه مدير؟ عنده جهاز ومجموعه، يعني بيدير مدير كل المجموعة. المنظومه. كل المنظومه. فهو اوريدي اصلا انت لازم تكون مخلي كل المنظومه بتشتغل من خلالك، وكل واحد عارف دوره كويس. علشان كده لما بيبقى فيه وضوح وفي تخصصيه في الادوار ما بيحصلش مشاكل. ليه؟ لان الكابتن ابراهيم مثلا انا مكلفك بحاجه، او كابتن احمد انا مثلا مساعد معاه مكلفني بحاجه، لو انا جيت تخطيتها كابتن احمد هيجي وقتها يقول لي انت عملت كده ليه؟ فهيبقى حقه يحاسبني. صح. ولكن عدم تقبل ان كل واحد يبقى ليه دور، وان انا احط معايا حد في الجهاز لمجرد ان اكمل عدد، او ان انا اجامل في ان انا عايز احط معايا فلان، لا، هو ده اللي بيخلق المشاكل. فانا طبعا مع التخصصيه في الاختصاصات، واعتقد ان احنا كمان في مصر محتاجين كمان اضافه تخصصات كمان اكتر من محلل اداء بس. زي ما الكابتن احمد قال ان ممكن واحد لو الظروف سمحت له او امكانيات النادي سمحت له واحد ممكن يبقى معاه واحد واثنين وثلاثه، لان الادوار والتفاصيل يا كابتن في الكوره كتير. اللي بينجح في الكوره مش الخطوط العريضه، التفاصيل الصغيره هي دي اللي بتعمل فروقات. فالناس دي بتساعدك على انك تشتغل على التفاصيل الصغيره بشكل كويس من خلال منظومه انت في الاول وفي الاخر اللي بتبقى بتتحكم فيها. صحيح. لان انت اللي بتتحاسب. يعني كمان في جزئيه كمان استكمالا لكلام الكابتن خطاب، مش بس نتائج، لا، تطوير اداء اللعيبه، وانت تاخد منتج جيد في الكوره، مش بس نتائج. المحلل الاداء ومطور الاداء هو اللي هيعمل لك ده. هو ده اللي هيوجد او هيظهر الثغره اللي عند الولد او المشكله اللي عند اللعيب، اللي بيها لازم انت بقى كمدرب او كمجموعه مدربين تصمموا التدريبات اللي تطور اداء اللعيب ده او تعالج المشكله اللي عنده. صحيح. ومن هنا على فكره برضو احنا النهارده منتخبنا 90% منه قوامه لعيبه محليه. ادائها النهارده مختلف تماما. ليه؟ لان الدور بتاع المحللين الاداء خلال الفتره الاخيره لا، كان متعظم بشكل كبير، وكان ليهم دور كبير جدا في تطوير اداء بعض اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في المنتخب المصري. صحيح. استاذنكم نروح لاستراحه اعلانيه وبعدين نرجع نكمل كلام. تحياتي ليك كابتن ابراهيم فايق ولكل مشاهدي ام بي سي مصر في كافه انحاء الوطن العربي. معانا مجموعه من الجماهير المصريه هنا في شوارع فانكوفر الكنديه ليله مباراه مصر ونيوزيلندا. برحب بكم جميعا في ام بي سي. مستعد للماتش بكره؟ طبعا جاهزين للماتش بكره ان شاء الله. توقعاتنا 2-0 لمصر، هنكسحهم. هتشجع جامد بكره في الاستاد؟ لازم طبعا. مجهز الاعلام والطبول وكل حاجه؟ كله. هتشجع ازاي بكره في الاستاد؟ هنفضل نقول مصر مصر تحيا مصر. قولي لي بقى اغنيه هتقوليها في الاستاد بكره. احلى البلاد يا بلادي. بلادي. برحب بيك في ام بي سي. بالتاكيد اجواء مصريه جميله. المصريين احتلوا فانكوفر. يس مصريين جدا جم من سياتل، كانوا موجودين في سياتل في ماتش بلجيكا ومصر، وبعدين طالعين معاهم هنا اهوت، واحنا قاعدين قصادهم في الفندق ومبسوطين جدا، وعايزين بقى مصر ان شاء الله بكره تكسب الماتش ان شاء الله. بالتاكيد انت والاسره كلها تكونوا متواجدين في بي سي وورلد بكره. بس هتبقوا العربي نص برحب بيكي في ام بي سي. اول مكسب لمصر ان شاء الله بكره. ان شاء الله. هتقولي ايه بكره في الاستاد؟ هتشجعي تقولي ايه؟ مصر. بلادي. يلا نقول كلنا اغنيه. مصر. كابتن ابراهيم، دي كانت الاجواء هنا في شوارع فانكوفر ليله مباراه مصر ونيوزيلندا. الكلمه ليك كابتن ابراهيم فايق، تفضل. شكرا يا حسن، اشكرك شكرا جزيلا. ماذا سنفعل امام نيوزيلندا؟ احنا عايزين نكسب، يعني احنا ما عندناش بدايل، او بمعنى اصح احنا لما هنكسب احنا كده صعدنا. نكسب نيوزيلندا ازاي؟ بص، هو طبعا مش هيبقى في اختلاف كبير في التشكيل، والاختلاف لو انت عايز تعمل اختلاف وتلعب بريسك بتهيألي مش هيحصل. لان الريسك بالنسبه لي هو طبعا هو هيبقى 4 وديفندر 1 وامام عاشور جنبه، وقدامهم هيتلعب مرموش وصلاح وزيكو وتريزيجيه. يعني انت حضرتك عايز تلعب 4-4-2 زي ما كانت، ولا عايز تغير في طريقه اللعب، ولا عايز تغير في طريقه اللعب؟ لا، هو مش هيحصل، يعني مش هيحصل تغير، بس انا بقول لك لو في ريسك حتى لو في سير الماتش طلع ديفندر من ديفندرات مهند او مروان، ويلعب امام جنب حد منهم، يا مروان يا مهند. ماشي. ويلعب زيكو تريزيجيه صلاح مرموش مثلا، يعني لو انت في سر اللقاء. لكن في اول الماتش خلي بالك نيوزيلندا مش فرقه وحشه وفرقه هجوميه وبتلعب جيم مفتوح، يعني عندها مشاكل من الناحيه الدفاعيه، وعندها الثلاثه اللي قدام بما فيهم راس الحربه
والاثنين اللي تحتيه بيشتغلوا بشكل كويس جدا وبيلعبوا جيم مفتوح وباكات بتطلع، لكن هو عندهم مشاكل في النواحي في النواحي الدفاعيه. لكن انت بالنسبه لك انت هو طمعان فيك برضه، خلي بالك برضه يعني نيوزيلندا طمعانه فيك. لكن انا حته التوازن في الماتش ده مهمه، لكن في سير اللقاء لو الماتش اتاخر انت محتاج تكسب عشان تخلص. ان هو المكسب ممكن تبقى انت شايفه. طب انت النقطه اللي انت قلتها لي دي برضو مهمه، لان حتى كمان في التقرير اللي احنا قريناه اللي جاي من نيوزيلندا في الصحف عندهم بيقول لك انه هو كمنتخب نيوزيلندا تعادل الماتش الاولاني ومنتخب مصر تعادل الماتش الاولاني، فاحنا الاثنين عايزين المباراه ديت يبقى فيها مكسب، فانا هلعب على نقاط الضعف اللي موجوده في منتخب مصر، وعنده هو كمان نقاط ضعف اتكلم فيها بالمناسبه. انا سؤالي، هل ده ممكن انا استغله كفخ طالما انت جاي طمعان فيا، اسيب لك انا الكوره العب انا على المرتدات، ولا ممكن تبقى في فكره ثانيه مغايره؟ هو كده احنا يعني طريقه منتخب مصر انت من نواحي الاستحواذ، والكابتن حسام بيحاول يبني اللعب في كذا موقف بنشوفه حتى في الماتشات الوديه والماتش حاول يطلع بالكوره، بس هو بيطلع بالكوره من الاطراف اكتر مش من العمق. لكن انا بالنسبه لي انا مش عايز يبقى حته فيه ريسك كبير جدا في الماتش ده حتى في بنى اللعب. على اساس ان انت لو دخل في جون هيبقى مطالب ان انت تفتح الجيم اكتر، وهم عندهم من الناحيه الهجوميه هم فرقه كويسه من الناحيه الهجوميه. انا بالتالي الاتزان هو مهم جدا، بس انا حته ان انا العب بديفندر وامام جنبيه سواء مروان او مهند وامام جنبيه، دي بالنسبه لي الماتش الجاي حتى لو بدايته هتبقى حاجه كويسه. ماشي كابتن هيثم. الحقيقه يمكن الكابتن حسام فاجئنا كلنا بقرار يعني كان مغاير لكل المعطيات اللي قبل المباراه. صحيح. اللي هو زيكو ان هو يبقى جناح يمين. لا على مستوى الدوري زيكو لعب جناح يمين قبل كده، ولا على مستوى المباريات التجريبيه اللي لعب بيها المنتخب المصري قبل البطوله لعب جناح يمين، ولا حتى على مستوى التحضير للمباراه زيكو كان جناح يمين. فقرار صعب من مدرب ان هو ياخد قرار في لعيب ما كانش بيلعب في المركز ده في مباراه زي دي. اتوقع ان هو ممكن يغير الفكره في الماتش الجاي. ما اعتقدش ان هو هيلاعب زيكو في الماتش الجاي جناح يمين. امال اعتقد هيلاعب محمد صلاح، يرجع محمد صلاح كجناح يمين. ماشي. لان هو كان في هدف تكتيكي دفاعي لجبهه اليمين دي ان هو يساعد محمد هاني عشان دوكو بوجود زيكو قدام محمد هاني. ماشي. لكن احنا مش في حاجه للكلام دوت الماتش الجاي. مفيش قدرات فرديه خطر على محمد هاني تستلزم ان الجناح اللي بيلعب قدامه يكون بيميل لنواحي الدفاعيه. وجهه نظر برضو. وبالتبعيه انا اتوقع بما انه هو كابتن حسام صاحب قرارات جريئه وغير متوقعه، اعتقد ان هو ممكن يغير المباراه الجايه ويحط محمد صلاح كجناح يمين في الماتش الجاي. ماشي. برضو بما اننا كنا بنتكلم على ان جزء التحليل جزء مهم، فاحنا نلاحظ طبعا ان المحطه المهمه بالنسبه لهم رقم 9 عندهم في خروج الكوره دايما باستمرار كيس وود. فطبعا هيبقى لازم نشتغل على دي بشكل كويس. يا اما عنده حل من اثنين، يا اما يلاعب سيرد باك بمواصفات بيجيد الالعاب الهوائيه، يا اما يحط قدامه ديفندر زي ما كابتن سامي كان بيتكلم يحط قدامه ديفندر يكون هو اللي يشتغل على الاولى، ما يخليش المدافع هو اللي يشتغل على الاولى. ماشي. ما يخليش المساك اللي يشتغل على الاولى. فلازم الثنائيه دي او الحالات الفرديه دي لازم نشتغل عليها بشكل كويس، واعتقد الكابتن حسام قرا الجيم بشكل كويس وحل المباراه بشكل كويس، واعتقد ان هو هيشتغل على دي عشان دي لو اتقتلت 70% من القدرات الهجوميه لفرقه نيوزيلندا اعتقد هتتقتل، وده شيء مهم. وبناء على ايه؟ اديني طريقه اللعب وتنفيذها والاسماء. 4-2-3-1 في شكلنا الطبيعي، ولكن جناح يمين لازم يكون محمد صلاح على اعتبار ان هم بيطيروا باكين الطرف، وبالتالي نقدر نستغل المساحه دي بشكل كويس عن طريق صلاح. ولازم يكون في اعتقد انا لو احكي لي الحكايه من نص الملعب، يعني احكي لي التشكيل من نص الملعب. مين الاثنين؟ انت حضرتك قلت 4-2-3-1. 4-2-3-1 ماشي. مين الاثنين الارتكاز؟ واحد منهم لازم يكون حمدي فتحي. ماشي. عشان انا هستخدمه ان هو يشتغل على الاولى، ما اخليش السيرد باك اللي هو ليكن حسام مجدي او رامي ربيعه، حسام عبد المجيد او رامي ربيعه يشتغل هو على الاولى. ماشي. افضل الرباعي هو يشتغل على الثانيه، واللي يشتغل على الاولى مع التسعه يكون، لان هو بيعمل سقوط بشكل كبير، يكون حمدي فتحي. ماشي. ده التصور. الثاني يبقى مين؟ امام عاشور. امام عاشور لا، افضل يكون واحد من اثنين. مين؟ مهند او مروان. ماشي. دول 2-6 صراحه. 2-6 صراحه. تميل لمهند. وميل لمهند. ماشي. ويبقى قدامه امام عاشور. ماشي. صلاح وتريزيجيه.
وتريزيجيه ماشي. ومرموش طبعا في المنطقه الاماميه. طبعا باكيه الطرف زي ما هم، و يا ابراهيم، ياسر ابراهيم زي ما هو. ياسر ابراهيم زي ما هو. ماشي. مين اللي هيبقى جنبه؟ رامي ربيعه؟ رامي ربيعه او حسام عبد المجيد، واميل شويه لرامي ربيعه في البدايه. ولا عبد المنعم؟ انا مش عارف يعني الحاله دي اكتر واحد يعني يحسمها الكابتن حسام. لان هو الاقرب للعيبه، هو اللي يقدر يحس بيهم، وهو اللي عارف حاله عبد المنعم دلوقتي عامله ايه. طبعا عبد المنعم لو في حالته الطبيعيه اعتقد هيبقى له اولويه يعني. امير، انا شايف اللي لازم الاول تشتغل على عيون. تحضر ارواح ولا ما خدت؟ لا لازم تشتغل على عيون نيوزيلندا الاول. نيوزيلندا الشيخ لسه بكلم